المارينيين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الأوسط، تما حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدولة طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لأنه كانوا قبائل أغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا بالإبل وبالغنم وتابعين فيما كانت ما ياكلوا هذوك البهائم، فإذا كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الأوسط حتى الغرب المغرب الأوسط. الجانب الفني، الجانب الفني عند المارينيين ربما أكثر ما يميز الدولة المارينية عن باقي الدول الأخرى التي سبقتها وأحيانا حتى التي جاءت بعدها هو الجانب الفني في المعمار بالخصوص. المارينيين داروا العمارة عادية ماشي بديك الضخامة اللي كنا مع الموحدين، ولكن فين بدعوا؟ وفي الجانب الفني، في النقش، نقشوا على الخشب النقش على الجبس والنقش كذلك على الزليج. هذه النقوش كانت في الأشكال الهندسية أو في الزخارف التوريقية وأيضا بالكتابة، أي خاصة بعض النقوش تكون بالكتابة، وهنا اعتمدوا بالأساس على كتابة الآيات القرآنية بالخصوص. هذه الفترة أعطتنا انطلاقا للبحث عن مقومات أخرى استمرت مع تاريخ المارينيين كامل، وهما تيحاولوا يعزوا هذا البعد وتثبيت مشروعية حكمهم، وغادي تبدا في امور كثيره غادي نتكلموا عليها. فتره يعقوب كانت اساسيه في التاسيس واستمرت الدوله تقريبا قلنا حتى في 869. المحور الاول ان كل هذه الفتره كانوا المارينيين في صراع اما مع الشرق، خطر اللي كانت تهدد الدوله المارينيه منذ قيامها اللي هو ديال دولة أخرى تأسست في تقريبا فترة ديال المارينيين من قبائل هي من نفس أبناء عمومة المارينيين اللي هما تيتسموا الزيانيين. تعالوا بينا بقى نعرف يا ترى مين هم بنو مارين وجم منين. عايزين نعرف تاريخ الأبطال العظام اللي قدروا إنهم ينقذوا ويحافظوا على الإسلام والمسلمين. بيقول الملياني إن بني مارين فخذ من زناتة، وبيقول ابن حانون بيأكد إن بني مارين بطن من زناتة. طيب خلاص احنا عرفنا إن بني مارين من قبيلة زناتة وبطن من بدون زناتة. طب يا ترى بقى هم مكانهم الأساسي وموطنهم فين، أو هم جم منين؟ بيقول إبراهيم الرازي في صفحة رقم 601 إن حدثت مشاكل وصراعات بين بني مارين وبين بني عبد الواد. المشاكل دي كانت نتيجتها ايه؟ كانت النتيجة ان بني مارين انتقلوا وعبروا وادي ملوية. خلي بالك من الكلام اللي بقوله، انا بقول انتقلوا وعبروا. معنى الكلام ده ايه؟ ان هم ما كانوش في وادي ملوية، انتقلوا يعني هم كانوا في مكان وراحوا ناحية وادي ملوية، وعبروه لان هو وادي فلازم يعبروه يعني يعدوه. هنا السؤال، هو وادي ملوية ده فين؟ لما تيجي تفتح الخريطة هتلاقي ان وادي ملوية هو الحد الفاصل بين المغرب الاوسط اللي هي الجزائر والمغرب الاقصى اللي هي مراكش، ده الحد الفاصل ما بينهم. فهم انتقلوا وعبروا وادي ملوية. بيقول ابو العباس ابن الجبر ان بني مارين عبروا من الصحراء الى الوادي، يقصد وادي ملوية، مسرعين وعلى الله متوكلين ناحية الغرب. بيقول ايه؟ ناحية الغرب. مين اللي بيقول الكلام ده؟ بيقولوا ابو العباس ابن الجبر انهم عبروا وادي ملوية الى ناحية الغرب. ده ان دل على شيء يدل انهم من المغرب الاوسط، لان غربه هو المغرب الاقصى، يبقى هم انتقلوا من الجزائر الى مراكش. وهنلاقي في كتاب الذخائر السنية صفحة رقم 26 مكتوب ان بني مارين كانوا يعبرون وادي ملوية
في الصيف والخريف، يعني بيسيبوا منطقتهم ويروحوا وادي ملوية يرعوا الأغنام بتاعتهم تاكل وتشرب، وبعد كده بيرجعوا تاني لما الخريف بيجي او بدايه فصل الشتاء لما بيجي، يعني بيروحوا هناك في الصيف وبيجوا على الشتاء. ومكتوب كمان وكانوا يجتمعون في كرسيف اذا جاء الخريف ثم يعودوا الى بلادهم. كلام يا جماعه واضح جدا وصريح، بيقول لك بيعودوا الى بلادهم، يبقى كرسيف دي مش بلادهم. طب بلدهم دي فين؟ الطبيعي انها تكون شرق وادي ملويه. هنلاقي ان الكتاب بيقول منطقه الزاب، يعني موطنهم الأصلي هو منطقة الزاب. طب يا ترى منطقة الزاب دي مكانها فين؟ هنلاقي إن في واحد اسمه علي بن صالح الحسني، والراجل ده من قبيلة المصامدة، كان رايح يحج وهو راجع بيقول، ده شاهد عيان، إنه شاف ديار لبني مرين من زناتة في منطقة الزاب، وبيقول بقى حول جبل أيكجان. لما تيجي تشوف فين جبل أيكجان هتلاقيه في المغرب الأوسط في دولة الجزائر. إدريسي بقى الراجل الجميل بتاع الجغرافيا وبتاع الخرايط، لما تلاقي في كتابه كتاب الإدريسي وهو بيوصف بلاد المغرب الأوسط بيقول إنها بتضم قسنطينة وبشاية وتفاش وتنجس ودار مرين. ودار إيه؟ مرين، لأن قبيلة مرين كده طبقا لكلام الإدريسي تقع في منطقة الزاب أو في المغرب الأوسط. حصن دفاعي يطل على الأزرق الكبير للبحر المتوسط، حصن له قصصه وأسراره ودارت على رحاها الكثير من الأحداث التاريخية. يقع بالميناء الإلهي داخل القاعدة البحرية المرسى الكبير بوهران. شحيحة هي المعلومات حول هذا المعلم، وفي محاولة للتنقيب عن بعض خباياه تكشف سطور التاريخ عن هذه الوثيقة النادرة التي دونها عبد القادر بن عبد الله بن جليل المشرفي، والتي تشير إلى نشأة هذا الصرح التاريخي الذي بناه أبو الحسن الماريني في القرن الثامن. وثيقة أخرى فرنسية ذكرت أن القلعة عرفت تغييرات عديدة بعد الغزو الإسباني. في إحدى زوايا المعلم غرف ضيقة يبدو حسب معلوماتنا أن فرنسا اتخذتها مكانا للتعذيب أثناء الثورة التحريرية. ترى ماذا حدث هنا بالضبط؟ ليت الجدران تنطق لتحكي ما عاشته قلعة المرسى من حكايا بحلوها ومرها. نغادر المكان، وصفحة البحر المتلألئة تخفي في أعماقها أسرارا بعد أن هبت عليها رياح مغامرات تلو المغامرات. مرت عقود وعقود، وتبقى القلعة شامخة منتصبة محصنة بأسوارها ترنو من بعيد على الوافدين إليها من الأزرق الكبير للبحر المتوسط. المسجد المرني من أقدم المعالم الدينية بمستغانم، بني من طرف السلطان الحسن بن سعيد المرني سنة 742 هجري. المسجد بني على مرتفع يطل من الجهة الجنوبية على إحدى الأحياء العتيقة للمدينة. عندما بناه الملك الماريني أراد له استقلالية مالية. يتميز المسجد المرني بفن العمارة الإسلامية، وصومعته مبنية من الخشب والطوب على النمط العثماني. مسجد سيد الحلوي، الأثر الخالد خلود التاريخ وعراقة المدينة. فهذا المسجد أسس في مدينة تلمسان القديمة إلى الناحية الشمالية البحرية في سفح الجبل والهضبة التي أسست عليها المدينة، وذلك على أرض مائلة شديدة الانحدار إلى الغرب والشمال، بينما يقع وجه المسجد على جهة الشرق صوب جرف الجبل. قد بني هذا المسجد في سياق تاريخي محدد، حيث كانت النزاعات قائمة بين السلطة المارينية في المغرب الأقصى والسلطة الزيانية في المغرب الأوسط. وفي هذا السياق بنى المارينيون مسجد سيدي بومدين أو مسجد العباد الذي بناه السلطان أبي الحسن، والمسجد موضوع الحديث وهو مسجد سيد الحلوي الذي بناه السلطان الماريني أبو عنان فارس سنة 753
هجرية. تعرف تلمسان بالعديد من المعالم التاريخية التي تشهد بتاريخها العريق، وتعتبر صومعة المنصورة واحدة من هذه المعالم. تم تأسيسها كمعسكر من طرف السلطان الماريني أبو يعقوب يوسف أثناء حصارهم لعاصمة الزيانيين تلمسان سنة 1299 ميلادي. ثم سرعان ما شيد بها القصر والمسجد، وأديرت بها أسوار بلغ ارتفاعها آنذاك 12 مترا، ويتخللها 80 برجا للمراقبة العسكرية. تكون المنصورة مع المدخل الرئيسي جزءا واحدا، وكانت المئذنة آنذاك أطول مئذنة في الجزائر بطول 45 مترا. نظرا لموقعها الاستراتيجي على الطريق الرابط بين فاس ومراكش، وبفضل مينائها اللي كيلعب دور مهم في التبادلات التجارية ما بين أوروبا والمغرب، سلا غادي تعرف ازدهار كبير، وغادي تحظى باهتمام من قبل الموحدين اللي أعادوا تشييد أسوار المدينة اللي كيعود أصلها للعهد المرابطي، ثم المارينيين اللي وسعوا هذه الأسوار وبنوا أبراج وأبواب ضخمة كتشكل مجموعة متجانسة من أجل الدفاع عن سلا. كيبلغ طول أسوار المدينة حوالي 3 كيلومترات ونصف، وعلوها 12 أمتار، وكتغطي مساحة تناهز 90 هكتار، وهي اليوم مصنفة كمعلمة تاريخية منذ سنة 1914. احنا حاليا متواجدين بالبرج المسمى برج الدموع، وهذا البرج هو برج ماريني تبنى في عهد ابو يوسف يعقوب الماريني، السلطان ابو يوسف يعقوب الماريني سنه 1261. وهذا البرج تبنى بعد واحد الحادثه مهمه، بحكم ان المدينه ديال سلا في البدايه ما كانتش كتوفر على اسوار من الناحيه الجنوبيه، من الناحيه النهريه، ولا من الناحيه البحريه. لذلك اول حاجه دارها السلطان الماريني اللي كان كيحكم في ذاك الوقت اللي هو ابو يوسف يعقوب، هو انه مرمى حرر المدينه وجرى على ذيك الاسبانيين، انه بنى الاسوار اللي كانوا ناقصين، الجزء الجنوبي يعني الجزء النهري، والجزء الغربي اللي هو مقابل المحيط الاطلسي. أبو يوسف يعقوب بعد ما حصن المدينة من الجهة البحرية، شرع في تشييد أبواب كبرى من بينها باب بحري ما بين 1260 و 1270، وهو باب ضخم مؤطر ببرجين كيتوسطوا قوس كبير منكسر الاستدارة، تصل فتحته إلى حوالي 10 أمتار. ويعد باب المريصة من الأبواب الكبرى بالمغرب وأقدمها، وغادي يشكل فيما بعد خاصية مميزة لمدينة سلا، اللي صبحت المدينة الوحيدة في المغرب اللي كتوفر على ميناء داخل أسوارها. باب دار الصناعة هو معلمة فريدة من نوعها، بناها السلطان أبو يوسف الماريني سنة 1261، وشرف على أشغاله المهندس الأندلسي محمد بن الحاج الإشبيلي، وكانت كتواجد بداخله ترسانة ومصنع للأسلحة والسفن للشركات في الحروب الجهادية بالأندلس. وباب عجيسة يقع في الشمال الشرقي للمدينة العتيقة، وعجيسة اسم أحد الملوك الذين حكموا مدينة فاس بعد الأدارسة، واسمه الكامل عجيسة بن دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية المغراوي. باب القيسة الاسم يحيل إلى ملك زناتي حكم فاس في القرن العاشر الميلادي، عجيسة بن دوناس الزناتي، وكان فعلا قد من خلال النصوص التاريخية كان قد في إطار صراعه على الحكم مع أخيه الفتوح بن دوناس، كان قد حكم في عدوى القرويين وبنى بابا خاصة به وسماه على اسمه، هي باب عجيسة على السور الزناتي. لا يمكن الحديث عن باب الماكينة دون المرور عن أحد أبواب مدينة فاس التاريخية، والذي لم يتبقى منه إلا برجين كانا يدعمانه. والباب المقصود هنا هو باب الساقمة الذي ينطق بحرف الجيم المصري، وقد حمل اسم سيدة صالحة فاضلة تدعى لالا أمين الساقمة. ومن الأبواب التاريخية التي تؤثث فضاء مدينة فاس وتوثق للفترة المارينية باب الماكينة، والذي يقع في فاس الجديد. بني هذا الباب الضخم بأمر من السلطان العلوي مولاي الحسن الأول. ننتقل الآن إلى فاس الجديد، ولنتحدث على أحد أشهر أبواب المارينية الموجودة في فاس الجديد، ألا وهو باب الماكينة المعروف بضخامته وشكله المعماري الكبير والضخم جدا. الاسم هو نسبة إلى ماكينة السلاح الذي أنشأها
التي أنشأها المولاي حسن الأول بالقرب من هذه الباب. كانت تسمى في الأصل باب السبع أو باب السبع كما تتحدث عن ذلك النصوص التاريخية المارينية. اليوم خرجنا أنا ووليداتي في هذا نهاية الأسبوع، خرجنا نخرجهم شوية يتسارى ويشوفوا بزاف الحوايج اللي كاينين هنا في هذه المدينة العريقة اللي هي مدينة فاس. كنبدا لكم الجولة ديالي من هذه القلعة، قلعة المارينيين اللي هي دابا حاليا رجعت متحف. هادو هما الآثار، آثار المارينيين. تشتهر مدينة سلا بتاريخ عريق تحكيه بنايات وأسوار. من بين هذه المآثر التاريخية المدرسة المارينية بسلا، وهي من أشهر المدارس التي بناها السلطان أبو الحسن الماريني بالمغرب. شهدت المدرسة عدة عمليات إصلاح وترميم بدأت مع مطلع القرن العشرين، أهمها جرت سنة 1946. عرفت هذه العملية إدخال دعامات لتقوية الجدران والأسقف علاوة على عملية الصيانة الأخيرة التي امتدت ل4 سنوات بداية من عام 2001. العتيقة لمكناس تقع المدرسة البعنانية، معلمة تثير فضول الزوار المغاربة والأجانب الذين سرعان ما يقفون مندهشين بفخامة البناء ومنبهرين بروعة زخرفة الأعمدة الخشبية والأبواب، ثم النقوش والكتابات التي تزين الجبس والزليج بهذه المدرسة. جدران ظلت منذ عهد المارينيين صامدة لتوثق لتاريخ كله أمجاد. السلطان الماريني أبو الحسن بن أبي السعيد بن عبد الحق هو من أمر بتشييد هذه المدرسة التي انتهت أشغال بنائها سنة 747 هجرية، وقد أنفق هذا السلطان بسخاء على هذه التحفة المعمارية.